احمد بتاكل حمام ايه؟ كيلو بطاطس بس مش لاقي له كاتشب. هيجيله تسمم. لا زي الفل. يمكن يرجع على فكره، دي بطاطس محمره. بطاطس محمره اهو ما شاء الله، هو مستنيينها. حرام عليك. بس بدور لهم على كاتشب. انت في فرنسا على فكره، يمكن يحبسوك مش بس ليه باكلهم؟ ده انا باكلهم، انا بصرف. ايه ده؟ انا اول مره اشوف حمام ياكل بطاطس. بطاطس محمره كمان. امال هاكله بطاطس ايه؟ بوريه؟ ها؟ امال هاكله بطاطس بوريه؟ وانت مش هتاكل؟ ما تخافيش، هاكلك انت كمان بطاطس، ما تخافيش. اتفضلي. هي عايزه تاكله. لا هي اللي عايزه تاكل. زي ما شفنا كده الجميلة سارة الجزائرية والفنان محمد محمود عبد العزيز كده لما بيجتمعوا مع بعض في اي فيديو، يعني كمية يعني كوميديا كده بتطلع كده من كلامهم مع بعض، بتضحك من غير ما تحس عليهم. يعني ما شاء الله الاتنين دمهم خفيف جدا مع بعض. وزي ما شفنا في الفيديو كده محمد محمود عبد العزيز واخد روح الكوميديا والفكاهة طبعا من والده القدير محمود عبد العزيز، وشفناه وهو بيأكل الحمام كده البطاطس، وشفنا كمان صوت بنته تمارا ما شاء الله ربنا يخليها لهم. وكمان سارة الجزائرية دايما بتشاركنا كده أهم لحظاتها في فرنسا، واي حاجة بتستوقفها او كلام او حاجة تقدر تنصح بيها الناس دايما بتشاركنا معاها، سواء بالفرنسية او بالعربية بتكلمنا كده بمنتهى الطلاقة زي ما هنشوف كده في الفيديو الجاي، وهي بتنصح كده الناس بكلمات جميلة جدا. الأول مرة يشوفني ما ينسانيش كده في لايك جميل زيه ويشترك في قناتي. تعالوا نشوف سارة هتقول لنا ايه. فكنت بقول انه في واحدة ممثلة فرنسية قالت حاجة لذيذة قوي، يعني جوست قوي، حسيتها قوي، كنت عايزة أشارككم فيها. هي عاشت حاجات صعبة في طفولتها، فقالت إنه إحنا بنتولد بشنط مش بتاعتنا، مليانة بحاجات مش بتاعتنا، فلازم واحدة واحدة مع الوقت والإكسبيرينس والسن وكده، فلازم نبدأ نشيل الحاجات اللي مش تبعنا واحدة واحدة ونحط حاجتنا احنا، مش هتبقى شنطنا احنا. فحسيت الميتافور اللي هي لما تشبه حاجة بحاجة، الميتافور بتاعتها يعني كويسة جدا. هو ده فعلا، احنا بنتولد بحاجات ساعات مش بتاعتنا، بمسؤوليات مش بتاعتنا، بس مع الوقت بنتعلم، فلازم نغير ده. Come away with me.